بسم الله. واضح شاشة جوجل؟ واضحة للجميع؟ واضحة يا دكتور. تمام. في البداية طبعا هنشرح الأول جوجل فورم، اللي هو نموذج جوجل اللي أنا بستخدمه عشان أعمل بيه الاستبيانات. وقلنا قبل كده برضو إن هو بيستخدم برضو في إعداد الاختبارات الإلكترونية بتاعت أعمال السنة. فأول حاجة بنخش على جوجل ونبدأ نكتب جوجل درايف بالعربي أو بالإنجليزي، عشان ده اللي هنعمل عليه الاستبيان الإلكتروني. طبعا ده يتطلب ان يكون لابد يكون الشخص عنده ايميل على الجيميل، فبيستخدمه عشان يقدر يدخل بيه. فاحنا طبعا بنخش على جوجل درايف وندوس على اول موقع. بيديني بقى طبعا الموقع الرئيسي بتاع جوجل درايف، بدوس على الانتقال الى درايف اللي موجودة من فوق، فبينقلني للصفحة اللي هيطلب مني فيها ايه الايميل بتاعي. طبعا لازم يكون طبعا زي ما قلت عامل ايميل ومسجله من قبل. فطبعا بيديني يقول لي حط الايميل والباسورد. انا طبعا عشان مسجل بكده وعامل تسجيل دخول، فهو حافظ عنده الحساب. فطبعا انا بحط الايميل بتاعي والباسورد وبدوس ايه على طول عليه، فبيبدأ ايه يطلب مني الباسورد. بيدخلني بعد كده على جوجل درايف اللي هو مخزن الملفات اللي أنا بحفظ فيه كل الحاجات بتاعتي، ومنها طبعا الأمثلة أو الاختبارات بتاعة الإلكترونية اللي بعملها، أو الاستمارات أو أي شيء، كتب، فيديوهات، أي حاجة معينة أنا ببقى يعني حاططها هنا بخزنها على أساس إن أنا لو حبيت أرجع لها تاني في أي وقت. أول حاجة بروح لها كلمة ملفاتي اللي موجودة من فوق دي. لما بضغط عليها بتديني مجموعة من الاختيارات. زي ما احنا شايفين في اختيارات كتيرة، أهم حاجة فيهم كلمة نماذج جوجل الأخيرة دي، هي دي اللي أنا بعمل بيها الاستبيان الإلكتروني، وأيضا بستخدمها في الاختبارات الإلكترونية. يبقى من ملفاتي على طول أول ما بدخل بختار النماذج جوجل أو جوجل فورم، وابتدي إيه أضغط عليها. هيفتح لي طبعا الشاشة الرئيسية بتاعت عملية التصميم، الاستبيان زي ما هي كده. من فوق النموذج بدون عنوان، بحط له بعد كده عنوان، وهنا دي الإعدادات الخاصة بالنموذج والعنوان الرئيسي. وده كده المستطيل ده يعتبر سؤال لوحده. فأول حاجة طبعا ممكن أدي مسمى عام للاستبيان، ممكن أقول استبيان خاص بكذا، مثلا استبيان عن المشكلات المدرسية مثلا على سبيل المثال. وهنا احط وصف، اقول يعني الاستبيان ده مين صممه وهدفه ايه واغراضه ايه. بحط الوصف اللي انا عايزه في الخانه الصغيره اللي تحت دي، تحت على طول، وادي بقى الوصف اللي انا عايزه من او التفاصيل كلها زي ما انا عايز. بعد ما اخلص بقى احط عنوان الاستبيان وبياناته، هنزل طبعا على اول جزء اللي هو السؤال. انا اول اسئلتي طبعا لازم اكون مصمم الاستبيان على الورق الاول عشان ابدا احط الاسئله بتاعته. فمثلا انا حطيت بيانات اوليه في الاول، فهبدا اقول البيانات الاوليه بتاعتي دي اكتبها واحدد يعني شكل السؤال بتاعها ازاي. مثلا نقول الاسم، بنكتب دايما احنا الاسم ونكتب بين قوسين دايما اختياري. طيب الاسم دوت يعني كلام، فانا محتاج اخليه على اول. معلش يا دكتور إبراهيم، سامحني على المقاطعة. اتفضل يا دكتور. بس طبعا السلام عليكم في البداية وأهلا وسهلا بكل الحضور. أنا بس لسه داخلة حالا، فممكن يعني قبل ما تفوت كتير تعيد من البداية خالص أنت حاضر. دخلت فين وإزاي عشان أطبق معاك. حاضر ماشي يا دكتور، حاضر. هنرجع شكرا. بس تاني الجزئية دي. حاضر ماشي يا دكتورة، هرجع لها تاني بس اهو. احنا طبعا زي ما قلنا بنخش على جوجل عادي ونكتب جوجل درايف بالعربي او بالانجليزي، اللي هو الموقع اللي عليه هصمم الاستبيان.
فلازم يكون عندي ايميل على الجيميل عشان اقدر ادخل بيه. فبكتب جوجل درايف وبختار اول واحدة، اول موقع. بيبدأ يديني الموقع الرئيسي، فبدوس على الانتقال الى درايف اللي من فوق دي، بيفتح لي موقع تاني، او بيخش او المفروض بيدخلني طبعا عشان دخلت قبل كده، بيفتح لي موقع جوجل درايف اللي حضرتك شايفاه ده، لان انا مسجل حساب قبل كده. لكن لما بيجي يطلب من حضرتك بيجي يطلب اسم الايميل والباسورد بتاعت حضرتك، فلازم تكون مسجله على الجيميل. هنا دخل على طول بس عشان انا مسجل قبل كده. بعد كده بفتح جوجل درايف وبختار كلمة ملفاتي، وادوس على اللي تحت دي اللي هي اسمها نماذج جوجل، هي دي اللي انا بصمم بيها الاستبيان الالكتروني، جوجل فورم بالانجليزي او نماذج جوجل. بدوس عليها فبيروح فاتح لي النموذج اللي قدام حضرتك ده او قدام الجميع ظاهر، اللي هو النموذج اللي ببدأ اصمم عليه الاستبيان. من فوق هنا بحط العنوان الرئيسي بتاع الاستبيان، وتحت بكتب وصف تفصيلي للاستبيان ده، عبارة عن ايه، اهدافه ايه، مين صممه، جميع البيانات اللي انا عايزها، احط فيه تعليمات معينة في الجزء الصغير ده في العنوان الرئيسي. بيطلع عندي مستطيل كبير، ده اللي هو يعتبر سؤال لوحده. فانا دلوقتي عندي بيانات اوليه وعندي استبيان عايز اعمله فيه نعم الى حد ما، لا او في مقياس خماسي او ثلاثي زي ما انا عايز. فالاول لازم اكون مصمم الاستماره بشكل مكتوب وعاملها على الورق، عشان بعد كده ابدا احط الاسئله على طول في الشكل الالكتروني. فمثلا عندي السؤال الاولاني الاسم ده نص، فانا بختار له اجابه قصيره اول واحده. لو انا محتاج يعني اكتر من كلام، يعني اكتر من مجرد اسم، كلام كتير، فانا بغير وبكتبه فقره. هنا مش محتاج غير الاسم مش هيحتاج مني كلام كتير، فبعمله بديله الاختيار الاولاني قصادها طبعا في نوع السؤال اللي هو اجابه قصيره فقره وخيارات متعدده مربعات الاختيار بالشكل اللي احنا شايفينه. انا دلوقتي هحط بيانات اوليه، فاخترت الاسم وحطيت له اجابه قصيره. هنا بقى لو عايز بقى السؤال محتاج صوره، برفق له صوره من هنا، بدوس عليها وبحط الصوره. مش محتاج خلاص ما بستخدمهاش، فبحط الاسم. بعد كده عندي تحت العلامه دي اللي هي التكرار، اللي انا لو عايز انسخ السؤال ده كله تاني بنفس الشكل واغير فيه، لو عايز امسح السؤال. وجنبها زرار اسمه مطلوب بفعله، لو انا عايز السؤال ده اجباري، لا عايز يحط اسمه اساسي، فلازم ادوس على كلمة مطلوب او required، فبفعلها بحركها يمين وشمال عشان اقدر افعلها. طب على الجنب هنا بيبقى فيه بعض الحاجات اللي هي الوصف والتحقق من صحة الآراء، دي مش محتاجينهم بشكل كبير. أهم حاجة عندي إن أنا أكون مفعل الأيقونة دي اللي هي كلمة مطلوب، عشان أقدر أخلي اللي بيجاوب على السؤال ما يسيبهوش إلا لما يكون اتأكد إن هو جاوبه بشكل نهائي. دي مثلا ده سؤال، عايز سؤال تاني، فممكن أدوس على تكرار، هيروح عامل لي السؤال اللي تحته. السؤال اللي تحته مثلا بيتكلم عن السن مثلا، السن ده عايز احط له فئات، فبختار له كذا اجابه، بروح عامله كده اهو، واخد خيارات متعدده، اختار الخيارات متعدده واقول مثلا اقل من 30، اروح دايس تحت اضافه خيار من 30 مثلا لاقل من 40، ادوس تاني اختيار تحت، اقول من 40 لاقل من كذا، 50 مثلا فاكثر. ده السؤال. طبعا غيرت نوع السؤال وخليته اختيارات متعدد على اساس ان السؤال هنا مش هيبقى نص. لو انا عايزه نص يكتب بايديه، فانا هدوس واختار اجابه قصيره. مش عايزه برجع احدد السؤال في شكل اختيارات زي ما انا شايف كده اهو بالشكل ده. عايز احذف حاجه معينه غلطت فيها، على الجنب علامه الاكس دي بدوس عليها. عايز ارفق مع الكلام ده صوره او حاجه توضح، بدوس هنا واحط الصوره. مش عايز بسيبها زي ما هي. بقعد اضيف بقى الحقيقه دي الاختيارات اللي انا عايزها، اتاكد ان كلمه مطلوب او ريكوايرد متفعله بالشكل اللي انا عايزه. تمام. خلصت طبعا البيانات الاوليه، وعايز اعمل فاصل ما بين البيانات الاوليه والجزء الثاني من السؤال. على الجنب كده بتظهر لي مجموعه اختيارات، اول واحده اضافه سؤال، ثاني واحده استيراد الاسئله، ثالث واحده اضافه عنوان ووصف وصوره فيديو قسم.
القسم دي ممكن استخدمها عشان افصل ما بين جوانب الاستمارة، فممكن اضيف اضافة قسم. هيظهر لي هنا انه قسم لي الاسئله. انا عايز البيانات الاوليه يخلصها مثلا الشخص، وبعد ما يخلصها يخش يجاوب على الباقي التاني. فالقسم التاني هحط له عنوان ووصف برده جديد، مثلا اقول لك الاستبيان التاني يقول لك اجب عن الاسئله التاليه، واحط له مثلا الاسئله اللي انا عايزها. بعد ما اضيف القسم ممكن اقول ايه اضافه سؤال تحت، وابدا هنا مثلا اقول لك ايه القسم مثلا. انا عندي دلوقتي الاستبيان احنا بنصممه بنحط تحت كل محور مجموعه من العبارات، فكل واحده من دي هتبقى عباره، يعني كل مستطيل من دي هيبقى عباره. انا ممكن احط من فوق عنوان السؤال الرئيسي او عنوان المحور. يعني على سبيل المثال احنا قلنا المشكلات المدرسيه، المحور هنا مثلا بيتكلم عن العوامل المؤديه الى المشكلات المدرسيه، ده عنوان المحور الى المشكلات المدرسيه على سبيل المثال، ده العنوان الرئيسي. خلاص هنا بحط بقى، ممكن اقول للشخص احط له نعم الى حد ما، يعني يجاوب بنعم، ونعم معناها كذا، الى حد ما كذا، لا كذا، بالشكل ده. وبعد كده ابدا اول عباره في السؤال، يبقى هنا دي بتعتبر عباره لوحديها. بعد ما اخلص بقى العبارات اعمل بقى اللي بعديها هكذا. ويفضل طبعا ان انا اكون مرقم العبارات من بدايتها عشان اعرف اني عباره تبع اني محور. فانا ممكن اقول ايه واحد كذا، يعني واحد العبارة الأولانية مثلا العوامل المؤدية للمشكلات المدرسية، مثلا التفكك الأسري. عايز أحط لها بقى اختيارات، فأروح عامل اختيارات متعددة. خلاص عايز أخلي الشخص يختار اختيارين مع بعض، فبختار اللي تحت اللي هي مربعات الاختيار. لو أنا عايزه يختار من العوامل كذا عامل، مش عايز أعملها نعمل لحد ما لا، مش عايز أعملها في صورة اختيارات يعني ثابتة، بروح مغير لمربعات الايه الاختيار. عايز ارجع تاني فبروح دايس اختيارات متعدده، وبقول له التفكك الاسري، هيقول لي مثلا نعم، اكتب له نعم، اختيار اللي تحت الى حد ما، والاختيار الثالث لا. ده كده نعم الى حد ما، والثالث لا. ده لو انا عايزه اختيار متعدد. لو انا مش عايزه، استاذنكم بس اللي فاتح الصوت، نعم الى حد ما لا. ده كده سؤال لوحده، وبفعل الريكوايرد بالشكل ده. هنا طبعا في عبارات كتيرة تحت كلمة العوامل، فأنا كل واحدة بعمل لها مستطيل بالشكل ده، بقعد أنسخ لحد ما أخلص الجميع الأسئلة اللي عندي، وأخش على المحور اللي بعده أعمل له قسم كده لوحده، وأبدأ أحط له عباراته عشان ما أتلخبطش مع الحاجات التانية. وإحنا قلنا بنضيف قسم ده من على الجنب هنا، إضافة قسم معين. مش عايز اضيف قسم وعايز اخلي الاسئله ورا بعض، فممكن اعمل عنوان ووصف جديد. لو دوست عليها هيطلع لي زي اللي فوق كده اهو، عنوان ووصف جديد احط فيه. لو انا عايز افصل عشان اللي بيجاوب الاسئله ما يتلخبطش، فبحط في المكان بعد ما اخلص الاسئله مثلا البيانات الاوليه احط القسم، واخلص مثلا القسم ده فيه العوامل، اخش مثلا على المقترحات، اروح اعمل قسم جديد وابتدي احط الاسئله بتاعته. فهنا ده كده بيمثل سؤال. عندنا هنا طبعا القائمة المنسدلة، لو أنا عايز أديله قائمة فيها مجموعة اختيارات ويختار منها. مربعات الاختيار لو عايز أديله يختار كذا إجابة. الخيارات المتعددة لو عايز أخليه يجاوب إجابة معينة واحدة. هنا بقى تحميل ملف، لو أنا عايز أخليه يعني يعني يحمل لي حاجة كدليل، ولكن هنا بتستخدم أكتر في حتة لو أنا مثلا عايز الطلبة يبعتوا ملفات الإنجاز على النت، فممكن أقول لهم امتحانهم اعمال السنه، واقول لهم ارفقوا لي ملف الانجاز بعد ما تخلصوا بتاعكم، صوروه واعملوا له ارفاق وحملوه هنا، يكون مساحته معينه حسب ما يستحمل الموقع. ده مثلا دي مقياس خطي بقى، لو انا ظبطته كده هيطلع لي من 1 ل5، فبكتب من 1 معناها كذا، 5 كذا، زي ما احنا بنعمل المقاييس بتاعتنا. لو انا عايز اخليه يجاوب في صوره مقياس خطي. الأجزاء التانية دي مش بنستخدمها في الاستبيانات، ولكن هي بتستخدم في الاختبارات بشكل أكبر. وهي عبارة عن أسئلة بتأدي الأسئلة. يعني عايز أربط له حاجة بالمنهج، أقول له مثلا لو جاوبت على السؤال ده هنقلك للسؤال اللي بعده، وهكذا. يعني كأن نوع من الترابط بين الأجزاء الفصول والمناهج وبعضها
فعايز تكون الشخص يستخدمها في الاختبارات ويكون محدد بالظبط ايه اللي هيربطه ببعضه، عشان دي تصميمها صعب عشان ما تلخبطش الطلبة شوية. فأهم حاجة عندنا دول في الاستبيان الأجزاء الأولانية دي بتاعة الإجابة القصيرة والفقرة والاختيارات ومربعات والقائمة المنسدلة، وممكن نستخدم المقياس الخطي. طبعا لو أنا في حاجة فيها وقت وتاريخ بستخدمها، ما فيش خلاص ما بحطهاش. ده بالنسبة للأسئلة. خلصت صممت الأسئلة بتاعتي بالشكل ده، فأنا دلوقتي عايز هستقبل الردود، فبروح على المربع اللي جنب الأسئلة. كده واضح لحد كده؟ واضح ولا الصوت مش واضح؟ لا الصوت كويس يا دكتور كمان. تمام. عايز استقبل الردود بتاعة المبحوثين أو الناس المشاركين، فبروح على أدوس على الردود اللي جنب الأسئلة، وأبدأ أفعل كلمة قبول الردود عشان لما تروح لهم الاستبيان يلاقوه مفتوح. لو أنا عايز أقفل بقى الاستبيان ومش عايز حد يجاوب عليه، فبروح قافل دي كده بالشكل ده. بتكتب بقى لم يعد هذا النموذج يقبل الردود، بتظهر كده للناس. انما لو سبته مفعل معناه ان انا هستقبل عليه جميع الاجابات. طيب عايز احفظ نسخه من الاجابات، فانا بعمل حاجه، بدوس على جدول البيانات دي اللي هو اكسل. اول ما بدوس عليه بيطلع لي الشكل ده، اختيار وجهه الرد. فانا دلوقتي عايز اعمل اكسل او جدول بيانات، مثلا هكتب عليه مثلا استجابات استبيان مثلا المشكلات المدرسيه. لو انا عندي بقى جدول قبل كده كنت عامله، فبختار اللي تحت حاجة عايز اخزن فيها البيانات قبل كده انشأتها، ماشي. عايز اعمل واحد جديد، فبعمل استجابات استبيان مشكلات، وابتدي ادوس على انشاء. اول ما ادوس على انشاء طبعا بيبدأ يعمل لي جدول ويفتحه لي في شاشة جديدة اللي هو بشكل اكسل، تظهر لي بالشكل ده. هنا بيجي لي بقى الاستجابات بتاعتي من الناس المبحوثين. بيجي لي هنا بقى الوقت اللي دخل فيه، اسمه، السن، الحاجات اللي احنا كاتبينها في الاستمارة بتبقى موجود كل واحدة استجاباتها بالتفصيل، وده من خلاله بقدر اتابع الاستجابات اللي جاتني. ده طبعا بيبقى متخزن فين؟ على جوجل درايف. بيبقى متخزن هنا، بيطلع ملف بنفس الاسم، بيظهر في الاول كده ان انت انشأته، بيظهر لك في الاول. ممكن ترجع له في اي وقت او تبحث جوه، يعني هنا تبحث فوق تكتب اسمه يروح جايبه لك على طول. تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ للشيت اللي هيجي لي فيه الاجابات الاستجابات. طبعا بعد ما اخلص الشيت واقفل الاستبيان خالص، انا ممكن اخد نسخه من الاستجابات من خلال الملف، واروح ادوس على تنزيل واختار مايكروسوفت اكسل. انا عايز انزل نسخه بصوره الاكسل، وفي صيغه تانية بس انا بستخدم اكسل عشان ابتدي اعمل عليه الاحصاء بتاعتي، او ان انا اشوف المعاملات اللي انا عايز استخدمه، عايز استفيد منه في ايه. فممكن باخد منه نسخه من كلمه ملف، ثم تنزيل، وبختار الاكسل. في كذا طبعا اختيارات تانية، بس اهم حاجة عندي يبقى في نسخة معايا احتياطي ان انا انزلها عشان اقدر اعدل عليها في اي وقت. ده بالنسبة لايه؟ للشيت اللي هتجيلي فيه الاجابة. احنا قلنا بنجيبه من الردود، بنفعل الردود وندوس هنا عشان نعمل الشيت بتاعنا. هنا على الجنب طبعا 3 نقط، الحصول على اشعارات بالبريد الالكتروني. ده لو انا عايز اظبط البريد بحيث ان اي حد يملى يجي لي الرد. فطبعا يعني لا يفضل، لانه هيملى البريد الالكتروني برسائل كتير، ما بستخدموش بشكل كبير. هنا تنزيل الردود ممكن يتم تنزيلها عادي، بس يفضل طبعا ان انا احتفظ بيها في صورة اكسل عشان اقدر استخدمها في اي وقت. بعد ما بخلص تفعيل الردود اللي هتجيني، بروح على فوق. طبعا هنا عندي كذا أيقونة. الأيقونة دي لو أنا عايز أغير الشكل بتاع الاستمارة، اللي هو اللون أو الخلفية، عايز أحط صورة في الخلفية، فبدوس من هنا وبختارها. عايز أغير اللون، فبختارها من هنا من العلامة اللي هي تخصيص، مكتوب فوق تخصيص المظهر. اللي جنبها دي معاينة، وهو يقصد بيها إن أنا لو عايز أشوف شكل الاختبار اللي أنا صممته ده قبل ما أنزله، فبدوس عليها، بيجيب لي الشكل اللي هينزل للطلبة على سبيل المثال. يعني كده ده الشكل اللي هيبقى نازل للطلبة بشكل كده، بحيث لو في حاجة أنا نسيتها
اراجع كويس اتاكد ارجع اعدلها تاني. الايقونه دي اللي احنا دوسنا عليها اللي هي بريفيو او معاينه، دي بتوريني شكل الاختبار قبل ما يتم نشره للطلبه عشان لو في حاجه اخطات فيها اقدر اعدلها. اللي جنبه الاعدادات، العلامه اللي هي عامله زي الترس، دي بعمل فيها اعدادات للاستبيان. هنا طبعا في العام، في الاعدادات العامه الجنرال بيديني كذا اختيار، بيقول لي جمع يعني عناوين البريد الالكتروني، يعني لو ان عندي الاستبيان هبعته على البريد فبحط له البريد الالكتروني للناس اللي انا هبعت لها، وابدا ارسلهم واستخدمه من خلاله. طبعا هنا لا يفضل لان اغلب الناس ما بيبقوش متذكرين الايميل او ما بيستخدموش بشكل كبير، فانا مش عايز اقيدهم. وهنا لو حطيت البريد الالكتروني معناه ان انت لازم تجاوب على الاستبيان، لازم تخش بالايميل الجيميل بتاعك، مش هتعرف تجاوب الا لما تكون متسجل بالجيميل وداخل على الموقع، غير كده مش هيقدر يخليك تجاوب على الاسئله. ودي حته احيانا البعض بيستخدمها عشان يضمن ان اللي بيجاوب ده شخص موجود يعني حقيقي وليه ايميل، مش ممكن اي حد يجاوب مرتين، فانا بحطها بالايميل. لو حطيتها بالايميل معناه ان انا بلزمه انه يجاوب مره واحده. يعني الكلام ده يفضل لو العينة بتاعتي اللي أنا هطبق عليها ليها إيميلات وتقدر تستخدمها بشكل كبير. وهنا بقى بعد ما استخدم الإيميل هيقول لي تقيد برد واحد، يعني مش هيخلي الشخص يجاوب كذا مرة، هو مرة واحدة بس. طبعا هنا لو أنا عايز أعمل تعديل بعد الإرسال، أسمح للناس اللي هتجاوب على الاستبيان تعدل استجابتها تاني وتبعت تاني، فبعلم على المؤشر ده. مشاهدة الرسوم البيانية للملخصات، لو أنا عايز أفتح للناس اللي بتجاوب أوريهم كم واحد جاوب، الأسئلة كل واحدة استجابتها قد إيه، نسبتها كده. لو أنا مش عايز ما استخدموش، يعني ده حسب الشخص نفسه. ثم بدوس حفظ عشان أحفظ الإعدادات دي. بس قبل ما أدوس حفظ عندي حاجة اسمها العرض التقديمي والاختبارات. الاختبارات دي لو أنا عايز الاستبيان ده أو هحوله في شكل اختبار، فبدوس هنا بفعله، ودي شرحناها قبل كده. لكن لو مش عايز استخدمه في الاختبار بخلي دي مقفولة دي على طول. العرض التقديمي اللي جنبه اللي احنا قلناه اللي هو ظهر شريط التقدم والترتيب العشوائي للأسئلة وعرض رابط لإرسال رد آخر، دي حسب اختيار المصمم. انت لو عايز تظهر له مدى التقدم في ملء الاستبيان، يعني كم واحد ملاه، مفيش مشكلة. عايز تعمل ترتيب عشوائي للأسئلة في كل مرة يفتح الاستبيان مع حد يبقى الأسئلة متلخبطة، دي حسب برضو اختيار المبحوث أو اختيار الباحث نفسه. العرض رابط لإرسال رد آخر، ما افتكرش إن احنا محتاجينها ما دام في قلنا قبل كده حتة التعديل قبل كده بعد الإرسال، فأنا مش محتاج أستخدم دي. هنا رسالة التأكيد اللي بحطها له في الآخر بعد ما بيملى الاستبيان، بقول له شكرا على استجابتك للأسئلة، مع العلم ان هذه البيانات مثلا سوف يتم الاحتفاظ بها بشكل يعني سري. هحط له بقى الاستمارة دي عشان اتاكد، وهو يتاكد ان بعد ما يملى الاستبيان هتظهر له العباره دي، ودي معناه ان هو اكمل الاختبار او اكمل الاستبيان وبعته على طول واستجاب. ده بالنسبه للاعدادات، تمام، اللي هي من العلامه اللي موجوده فوق. خلصت الاستبيان وصممته وحطيت الشيت بتاع الإجابة اللي هيستقبل الإجابات، وخلصت بقى الشكل النهائي وعملت البريفيو بتاعي واتأكدت إن مفيش أخطاء، فابتدي أعمل له إرسال. مجرد ما بدوس على كلمة إرسال بتطلع لي الشاشة دي. إرسال بقى عن طريق البريد، يعني أنا هبعت اللي هو الاستبيان لناس أنا معايا الإيميلات بتاعتهم جاهزة، فهروح بعت لهم على طول مباشرة، ولا ابعت لهم رابط ويبتدوا يخشوا على الاستبيان ويجاوبوا عليه، ولا التالتة دي هدمجه في احد المواقع الالكترونية، ولا هشاركه عن طريق الفيس او تويتر. طبعا احنا بنفضل نستخدم التانية دي اللي هي ان انا اخد الرابط وابعته له، لان الايميلات ممكن تكون يعني مش شخص مش متذكرها، ممكن ما يفتحهاش بقاله فترة طويلة، فبتعمل يعني حتة عدم متابعة. فانا دلوقتي عايز اخد الرابط عشان ابعته للناس يبتدي يجاوب على الاستبيان، فبدوس من هنا واعمل كوبي او بعمل تقصير للرابط خليه في شكل قصير، وادوس نسخ، كوبي او نسخ اي واحده منهم، كوبي بالماوس او بستخدم نسخ، وبعدين ابعته للناس عشان يبقى موجود يجاوبوا عليه. ده بالنسبه لايه لحته ارسال الاستبيان، بنختمه من سند هنا او ارسال.
بعد ما اتاكد تماما اللي انا عملته. طب متاح ان انا اعدل في الاستبيان اثناء ما هو منشور؟ متاح ان انا اغير في تصميم الاسئله اثناء الاستبيان، ولكن مش بشكل كبير عشان ما يحصلش لخبطه. في حاله لو نسيت حاجه ممكن اعدلها في الاستبيان وهو مفتوح عادي، يعني هو مفتوح بيقبل الردود عادي. بعدل الاسئله اللي انا اخطات فيها، او لو في سؤال صعب مش عارفين يجاوبوه، في شكوى من حاجه معينه، ببتدي اعدل عادي والاستبيان شغال. اي تعديل بيظهر للشخص طبعا هناك، لانه هو بيكون مرتبط بالانترنت. هنا طبعا 3 نقط اللي على الجنب فوق بقى جنب كلمه ارسال. لو انا عايز اتراجع عن خطوه معينه، عايز انشئ نسخه من الاستبيانه جوه يعني جوجل درايف عشان استخدمها في حاجه تانية، عايز امسحها، عايز اطبع الشكل بتاع الاستماره، عايز اضيف حد مثلا معايا في الاستماره، كل ده متاح. لكن يعني استخدامنا للحاجات دي مش بشكل كبير. لو انا عايز مثلا نسخه، انا ممكن اعمل نسخه تانية وابتدي اصمم عليها بدل ما اقعد افتح من اول وجديد. فبعمل كوبي وافتحها من جوه في جوجل درايف وابدا اغير فيها. مش عايز خلاص. ده بالنسبه لايه؟ الشكل العام بتاع اعدادات الاستبيان بتاع على جوجل فورم. سهل جدا وبسيط، مجرد ان انا اصمم الاسئله بتاعتي بالشكل المناسب، بكون محدد بالظبط هعملها ازاي، واحط بقى الشكل بتاعها وابتدي اعمل ارسال للرابط اللي انا هستخدمه، وتبدا الناس تملاه وتجيني الاستجابات في الشيت الاكسل، وابتدي اخد منه نسخه عشان اقدر ان انا استفيد منه بشكل كبير. ده بالنسبه لجوجل فورم. تمام. بعديها هنشرح طبعا مايكروسوفت فورم، ولكن لو في اي اسئله او حاجه انا يعني مستمع لكم بالنسبه لجوجل. لو في اي حد يعني في نقطه مش فاهمها او حاجه، يتفضل بس يرفع ايديه وانا هجاوبه عليها قبل ما نخش في الشكل التاني. دكتوره مروه فاروق، اتفضلي يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في بعض الاستبيانات مثلا انا عملت الصفحه البيانات الاوليه، وهبتدي في بقيه الاسئله بتاعه الاستبيان. انا مش عايزاه يروح الجزء الثاني الا لما يكون مليل الصفحه الاولانيه. دي انا بحط بتتعمل ازاي؟ القسم اللي هي اضافه قسم او سيكشن اللي احنا خدناها من على الجنب. بعمل سيكشن عشان تمام. يفصل لي ما بين الاسئله دي ودي، بحيث ان هو ما يروحش للتاني لما يخلص الاولاني. السيكشن ده بيفصل ما بينهم. تمام، اوكي، يعني هو ده الفاصل. مفيش الفاصل. اي زراير تانية او اي نقط؟ لا هو اصلا مش هيديله الحته بتاعت متشكره جدا السماع. لحضرتك. ربنا يخليك يا دكتور. مش هيديله الحته بتاعت انه يسمح له لما بضيف سيكشن، مش هيخليه يتنقل للجزء الثاني لما يجاوب الاسئله الاولانيه. فخلصت البيانات الاوليه وعايز اضيف فاصل، بحط السيكشن ده، مش هينقله للي جاي الا ما يكون جاوب على الاولاني. تمام. شكرا جدا لحضرتك. ماشي يا دكتور، ربنا يكرمك. في اي حد ليه سؤال بالنسبه للجزئيه خاصه بجوجل فورم؟ طبعا لازم ايميل على الجيميل عشان اقدر ان انا استخدم الحته بتاعت جوجل درايف. مفيش اي استجابه؟ مفيش اي حد ليه سؤال؟ ندخل في الجزء الثاني. طيب ندخل على طول في الجزء الثاني ان شاء الله، اللي هو تمام كده دكتور ابراهيم، ربنا يبارك فيك. تمام يا دكتوره سناء، ربنا يكرمك. ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو بالايميل الجامعي، ان انا استخدم اللي هو مايكروسوفت فورم. لما باجي استخدم المايكروسوفت فورم فلازم ادخل على موقع، بكتب كده في جوجل مايكروسوفت اوفيس 365 اللي هو بدخل من خلاله عشان اسجل بالايميل الجامعي وابدا استخدم الخدمات بتاعت شركة مايكروسوفت. يبقى بكتب على جوجل اوفيس مايكروسوفت اوفيس 365 او مايكروسوفت اوفيس، اي واحدة منهم، وابتدي ادوس على الموقع الاولاني اللي هو اوفيس 365 لوجن. هل هو واضح كده قدام الجميع؟ طبعا هو عشان انا مسجل قبل كده فدخلني واضح. تمام. تمام. مسجل قبل كده فهو دخلني على طول، لكن هو
قبل الخطوة دي بيديك شاشة فيها تسجيل الدخول، ويقول لك اكتب الايميل والباسورد بتاعك، ويروح مدخلك على الموقع بتاعك اللي هو الشخصي او الايميل الشخصي بتاعك زي ما احنا شايفين كده. يقول لي مساء الخير، ومن هنا بتظهر الايميل بتاعك والاسم من فوق هنا. لو انا دوست عليها الاقي بياناتي داخل، والكلية والايميل بتاعي الرسمي. تمام. وهنا الحاجات طبعا اللي انا بعملها بتتسجل، بتبقى محفوظة كده في البداية. هنا تثبيت الاوفيس بقى، لو انا عايز انزل نسخة من احدث الاوفيس على جهاز عندي وابدا استخدمها، تبقى نسخ مجانية ليك 15 مرة، يعني ليك 15 نسخة تنزلهم على كذا لاب. هو طبعا بيتطلب ان انت بعد ما تنزله ان انت تبقى مربوط بالانترنت، لان هو بيبقى فيه تحديث. يعني الاوفيس ده بالذات ميزته مش زي النسخة اللي انا بسطبها مش متفعلة، لا ده نسخة محدثة على طول. أي تحديث جديد في البرامج الأوفيس بيتم في النسخة دي على طول، فبتلاقيها فيها حاجات مش موجودة في النسخ العادية. حتى ممكن أي حد يستخدمها مباشرة هنا على الإيميل، ويكتب الحاجات اللي عايزها ويحفظها، وحابب يستخدمها ويعرضها بعد كده، بيدخل على الإيميل بتاعه ويبدأ يعرض من خلال النسخة بتاعة الأوفيس دي. هنا طبعا على الجنب في مربعات فوق، وفي على الجنب أيقونات كتيرة. في هنا مربعات زي ما احنا شايفين اللي هي فيها التطبيقات اللي احنا شايفينها. اهم حاجة بتاع فورم ده اللي هو بصمم بيه الاستبيانات. في طبعا تطبيقات تانية بتستخدم في ممكن بعمل بيها دروس، بعمل بيها حاجات تعليمية، كل واحدة ليها طريقة شرح معينة. لكن اهم حاجة عندي اللي هو الفورم، بجيبه من هنا فوق او مع الجنب هنا. ببص اخر واحدة فورم بالشكل ده، بدوس عليها، اختارها من تحت هنا. إبراهيم. ايوه، السلام عليكم. مين اللي حد بيسأل على حاجة؟ الصوت بيقطع. في حد بيسأل على حاجة؟ ايوه يا دكتور انا بسمع. ايوه دكتورة بسمة. ايوه يا دكتور الايقونات مش ظاهره. الايقونات اللي انهي بقول جزء؟ لحضرتك الايقونات اللي حضرتك هل مش ظاهرة للجميع؟ لا، هي ظاهرة تمام يا دكتورة إبراهيم. دكتورة بسمة، ممكن بس يكون النت عندك ضعيف شوية، فبالتالي ممكن مش باين عندك الحاجات دي. تمام. هل هو كده ظاهر للجميع على الجنب الايقونات اللي هي في الايميل الجامعي اوفيس 365 ظاهرة؟ هي ظهرت دكتور ابراهيم. هو بس النت فيه مشكلة، يبدو ان هو واضحه تمام. تمام. اوكي. طيب انا بدوس طبعا على مايكروسوفت فورم اللي تحت دي، اللي هي بصمم بيها طبعا الامتحان. النت كله عليه ضغط دلوقتي. ما هو في ضغط شويه، في الصوت بيقطع شويه. ظهر. تمام. بندوس على مايكروسوفت فورم اللي تحت دي. ظاهره مايكروسوفت فورمز ظاهره. تمام. بندوس عليها. ظاهره. بيبدأ يعمل لي شاشة جديدة. طبعا أنا عامل امتحانات قبل كده وحاجات بيبقى ظاهرة قدامي. في بقى يعني هو التجديد بتاعه بيبقى في حاجتين، حاجة اسمها اختبار جديد ونموذج جديد، ما كانش موجود قبل كده الحتتين دول، لكن هم فصلوا يعني ده عن ده. ممكن يكون عشان يعني يوفروا مساحة شوية، لكن هو في الآخر خالص أنا أهم حاجة عندي بختار النموذج الجديد اللي هو بعمل بيه الاستبيان. لو أنا عايز أعمل امتحان أونلاين فبختار كلمة اختبار جديد. النموذج الجديد لما بضغط عليه بيبتدي يفتح لي الشاشة اللي أنا بصمم بيها. طبعا هيطلب مني الإيميل يعني تاني. يطلب مني الإيميل والباسورد، فبدخله تاني. هيفتح لي طبعا الشكل بتاع اللي أنا هصمم عليه الاستبيان. لا يختلف كثيرا عن جوجل غير في بعض المميزات. هل ظاهر الجميع قدامه الشكل اللي هو بصمم بيه ظاهر كده، ولا في مشكلة في الظهور؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور ابراهيم ظاهر. تمام. التاني بتاع جوجل كان نفس الشكل، هنا استجابات وهنا أسئلة، يعني مفيش اختلاف. هنا طبعا بحط العنوان الرئيسي بتاع الاستبيان بتاعي، وبحط وصف للاستبيان اللي انا هطبقه زي ما احنا قلنا.
مفيش اي اختلاف. والاستجابات اللي هي بتيجي، الاجابات بتيجي هنا في الايقونه دي، اي اجابات بتيجي بتبقى ظاهره لي هنا. هنا طبعا الاسئله ببدا اصممها من ان انا بدوس على كلمه اضافه جديد، بعد ما احط طبعا عنوان للاستبيان والوصف بتاعه بعمل اضافه جديد. بيقول لي عايز السؤال اختيار من متعدد، ولا عايزه نص، ولا عايزه في صوره تقييم، ولا عايز تاريخ، ولا تصنيف ليكارت، ولا عايزه تحميل ملف، ولا عايز اللي هو نت بروموتر اللي هو زي المؤشر كده. اقول لي اديني يعني مؤشر، مثلا عايز اسال الطلبه اديني مؤشر لادائي في المحاضره، ايه رايكم في ادائي؟ فبيبدا يدوس على المؤشر ويختار المؤشر بتاع الاداء. يعني دي طريقه او شكل من احد الاسئله. مقطع هنا لو انا عايز اضيف فاصل اللي هو السكشن، قلنا قبل كده اللي هو اضافه سكشن، فاصل ما بين الاسئله. هناك كان اسمه سكشن وهنا مقطع، مفيش اختلاف ايه فيه. فانا على سبيل المثال خلصت العنوان وعايز اضيف سؤال مثلا نصي، بروح ادوس هيديني طبعا المربع بتاع تصميم السؤال. عايز مثلا الاسم، بدوس الاسم طبعا. وهنا لو عايز اديله تحت يعني ارشادات او حاجه بكتبها، مفيش، خلاص. اجابه طويله، لو السؤال محتاج اجابه طويله كلام كتير بدوس على الزرار، لكن مفيش اجابه طويله خلاص. هنا بدوس مطلوب اللي هي required، احنا شفناها قبل كده طبعا في مايكروسوفت في الجوجل فورم. وهنا طبعا لو محتاج اجابه ايه طويله. السؤال الاولاني الاسم واختياري مثلا جنبه كده، او ممكن احط كلمه اختياري تحت لو هي متفعله هنا، وهنا مش مفعلها. ممكن يكون بس مش فعالة عشان لسه في يعني في وضع التصميم مش هقدر اجاوب. يعني ممكن تظهر مفعلة للشخص اللي هيجاوب على الاستبيان، لكن انا هنا عشان بصمم فتكون يعني ظاهرة قدامي بس مش مداني الاستجابة. يعني المربع اللي تحت بتاع الإجابة ده ممكن هيفعل للناس اللي هتجاوب على الاستبيان بعد كده. ده مثلا الاسم. خلصت الاسم، عايز اضيف سؤال تاني مثلا اختيار من متعدد. بضيف السؤال مثلا ما هي مثلا وجهة نظرك في المشكلات مثلا الاجتماعية المدرسية. ده مثلا كده اهو، واحط له الاختيار الاولاني مثلا نعم، تاني الى حد ما، واضيف خيار تالت اللي هو لا. كده انا اخترت السؤال اللي هو اختيار من متعدد، ودوست required اللي هو مطلوب بشكل كبير. عايز اغير نوعية السؤال، فما اضيف من هنا بدوس على اضافة جديد واغير الشكل، او ان انا اضيف سؤال تاني مختلف. حد بيسأل على حاجة؟ تمام. هنا طبعا الايقونات اللي فوق، لو انا عايز انسخ السؤال، عايز امسحه، عايز انقله، يعني كتبته مثلا نسيته كتبته في مكان مش مكانه، فممكن انقله لفوق او انزله لتحت من هنا. تمام. وهنا المطلوب الريكوايرد، وفي حالة الإجابة الطويلة طبعا بختار الشكل اللي أنا عايزه. غيرت شكل السؤال هتلاقيه الشكل يعني مختلف، اختلافات بسيطة. هنا النت بروموتر ده اللي هو يعني بيديله إجابات كتيرة مثلا من 1 ل10 أو درجات، محتمل جدا، غير محتمل، يعني 0. فببتدي لما السؤال يظهر بالشكل ده، يعني أجي أقول له مثلا ما هو رأيك في أدائي، ما رأيك في أدائي داخل المحاضرة. السؤال بالشكل ده ودوست عليه required. لما أجي أشوف شكل السؤال اللي هيبقى معروض للضربة بدوس على معاينة أو بريفيو عشان أشوف شكل الأسئلة، بيطلع لي كده بالشكل ده. أجي أنا مثلا إيه أقول له أدائي في المحاضرة، هيجاوب الطالب يقول لي مثلا هيقول لي أدائك 6، ويدوس ارسال بعد كده ما يخلص الاستبيان. فالشكل بتاع السؤال ده بالشكل ده. طبعا ده لو اختار ثلاثي، ده هنا الاسم اهو ظهر مربع الاجابه، بيجاوب فيه بيكتب الاسم او الحاجه الايه اللي انا عايزها.
دي اللي بريفيو دي عشان اشوف منها الشكل الاستبيان لما هيروح للناس هيبقى شكله ايه. وفوق مديني كمبيوتر وجوال، يعني لو انا هفتحه الكمبيوتر بيبقى شكل ايه، ولو على الجوال بيبقى شكله ايه. نرجع تاني، رجوع. على سبيل المثال انا بغير طبعا السؤال اللي انا عايزه من هنا، نص، تقييم، تاريخ، لقارة، تصنيف، سؤال التصنيف برضو اللي هو رتب لي مثلا كذا. ممكن اديله سؤال واقول له اديني مثلا على سبيل المثال اجيب سؤال من منهج يعني، او اجيب حاجة، او اديله اسئله زي ما احنا بنعمل في الاستماره، يقول لك رتب الخدمات حسب اولويتها. فهنا انا بكتب السؤال واحط الاجابات بتاعتي اللي تحت، و يعني على سبيل المثال يقول لك ايه، رتب اهم الخدمات الاجتماعيه التي تعتبرها مثلا ضروريه لك على سبيل المثال، واروح حاطط له مثلا خدمات ترفيهيه، واحط له خدمات اجتماعيه، احط له خدمات علاجيه مثلا، واقول له خدمات تثقيفيه مثلا تثقيفيه. خلاص بالشكل ده، وده مطلوب. لما اجي اعمله في البريفيو هيبان الشكل ده. لما يجي يقول لي رتب، يعني قول لي مين الاول. فمثلا انا هقول ايه بالنسبه لي الخدمات العلاجيه الاول، فاروح دايس عليها كده اهو، انقلها اجيبها في الاول، دي هتاخد الترتيب الاول. بعديها مثلا خدمات اجتماعيه، ادوس عليها كذا، بعديها كذا. ده اللي هو رتب. ده مش موجود في جوجل، موجود يعني هنا. اختيار حلو. وبرده السؤال بتاع النت بروموتر ده يعني جميل، حلو قوي. في بعض الاسئله مضافه في مايكروسوفت فورم، يعني افضل شويه من مايكروسوفت جوجل، قصدي جوجل فورم. يعني في مميزات وفي مميزات. التاني طبعا بيديك مساحه، وهنا بيديك مساحه، بس الايميل الجامعي افضل، لان انت بتاخد بيه مميزات كتيره غير التصميم الاستبيان. بيديك ابلكيشن كتير او برامج كتير متنوعه تقدر تستخدمها بشكل مجاني. التاني ممكن استخداماته محدوده شويه، مجاني، بس ايه، مش بيديك مميزات اكتر. فيفضل طبعا ان احنا نستخدم الايميل الجامعي في انشاء الاستبيانات. في حصل مشكله والايميل مش عايز يدخل، ممكن الجا لجوجل، باعتبار ان هو ممكن يعني سهل على طول بالايميل بتاعي واستخدمه. عايز استخدم الاثنين، عندي هنا مساحه وعندي هنا مساحه وعندي هنا استبيانات، والستبيانات متاح لك ان انت تستخدمه بشكل افضل، يعني حسب اختيارك. لو سمحت يا دكتور ابراهيم. مين ايوه، مين اللي حد بيتكلم ولا الصوت؟ ايوه يا دكتور. هو انا كده هنا مش محتاجه دكتوره نجلاء صح؟ صح. هو تمام. بس هو كده مش محتاجه افصل كده. مش سامع حضرتك، بس هو في يعني تردد او في حاجه في الصوت. انا كده مش محتاجه افصل بين الاسئله. لا ممكن افصل، ما انا بقول لحضرتك انا يعني انا لو عايز اعمله ورا بعضه، عايز افصل، ده متاح ليا. انا هو شايفه في اقسام، يعني في خطوط كل سؤال. بص حضرتك، لو انت عايزه تفصلي بين الاسئله والتاني، مثلا خلصت البيانات الاوليه وعايز افصل ما بينها، ادي مثلا سؤال في هنا، لما باجي اضافه جديد وفي الاختيارات بضيف حاجه اسمها مقطع، ده اللي بيفصل. يعني ده بيحط لي فصل ما بين الاسئله اللي في الاول والتاني. التاني كان اسمه سيكشن، خلاص في جوجل كان اسمه سيكشن، هنا اسمه مقطع. تمام كده بجيبها دكتوره؟ منين تاني؟ هو بس صوت حضرتك بعيد شويه. دكتور ابراهيم بتجيبها منين يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي صممت السؤال، عايزه وافتكرت ان انا يفضل اعمل فاصل بين السؤال ده والسؤال ده. انا مثلا عندي خلصت، هرجع تاني اجيبها من المقطع دي، اجيبها ازاي؟ يعني مثلا خلصت البيانات الاوليه وخلصت الاسئله، وخلصت الاسئله بتاعت البيانات الاوليه كلها. بعد الاسئله بقى عايز اضيف فاصل عشان يدخلني على قسم تاني، بدوس على اضافه جديد،
والاختيارات الأخيرة دي اللي هي اه اختيارات إضافية، واختار المقطع اللي هي الأخير اللي هي دي. تمام. تمام دي اللي تمام يا دكتور. بتفصل، دي اللي بتفصل. شكرا. هناك في جوجل كان اسمها سيكشن، هنا اسمها مقطع. واحط بقى العنوان الرئيسي بتاع الفاصل. يعني هنا اقول لك ايه مثلا، في الاختبار بقول ضع علامه صح وغلط، اختيار من متعدد. هنا ممكن اقول له العنوان الفرعي الثاني بتاع الاستماره اللي هو عوامل، اسباب، مشكلات، مقترحات، وابتدي احطه عشان ابتدي اصمم وراه الاسئله اللي تبعه عشان ما يبقاش فيه ما بينهم. عايز اسيب الاستبيان من غير فاصل، يعني كل واحد بيبقى حابب حاجه معينه، ممكن هنا متاحه، يعني سهل ان انا اعمله بطريقتي. تمام كده واضحه دكتوره هيام، دكتوره نجلاء؟ واضحه يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. تمام. طبعا بصمم الاسئله اللي انا عايزها، بختار طبعا الشكل اللي انا عايزه، وبقعد اصمم اخلص خالص. هنا بقى عايز استقبل الاستجابات او الاجابات، فبروح على الاستجابات. اي حد بيجاوب بتطلع لي هنا باستمرار، بيبقى في تحديث. عايز افتح نسخه او اخد نسخه من الاستجابات في اكسل، فبروح ادوس على فتح في اكسل. اول ما ادوس عليها بيبتدي يفتح لي، يطلع لي اعمل لي تنزيل على الكمبيوتر عندي، ونسخه فيها الاستجابات كلها. وبتبقى طبعا محفوظه جوه الايميل الجامعي. لما بتيجي تفتح الايميل الجامعي في هنا بيطلع لك اي حاجه بتعملها بتبقى محفوظه في القائمه الحديثه اللي هي الاخيره، اخر حاجه. هنا من مشاركه معي، لو في حد مشارك معاك استبيان بيعمله هو وعايز يوريك شكله واستجاباته. هنا الحاجات اللي انا ثبتها في الفتره الاخيره، ودي اخر حاجه ممكن اكون فتحتها، زي النموذجين اللي انا كنت فاتحهم دلوقتي. او بجانب طبعا بتظهر حاجات تانية اللي هي القنوات اللي في جوجل، المايكروسوفت تيمز اللي انا مشترك فيها، باعتبار ان الاثنين مرتبطين ببعض. يعني الايميل الجامعي مرتبط باللي هو مايكروسوفت تيمز. تمام. دي الاستجابات بتظهر لي هنا طبعا، واخد منها نسخة بشكل كبير. لما بتظهر لي الاستجابات فطبعا هنا ممكن اطبع ملخص ليها. يعني مثلا عايز اشوف اهم الاسئله واحصائياتها، فممكن اطبعها هنا. عايز احسب في الردود، بس هنا مش متفعله عشان ما فيش استجابات. اول ما بتظهر استجابات بتطلع لي الاختيارات دي، انا ممكن يعني استخدمها بشكل افضل. هنا طبعا المعاينه، لو انا عايز اشوف شكل الاختبار قبل ما اعمل له يعني ارسال للطلبه. هنا لو عايز اغير الشكل، عايز احط خلفيه من ورا او حاجه معينه مثلا كده، بغير الشكل عشان اللي بيجاوب يبقى مستريح كده. احطلوش تصميم ابيض في ابيض او اسود في اسود. مهما كان الخلفيه ليها دور في ان يجاوب على الاستبيان بشكل سريع او بشكل بطيء. فهنا بغيره من فوق من النسق. طبعا هنا بختار لو في عندي من الكمبيوتر من النت في خلفيات معينه، بيجيب لي حاجات اضافيه، لانه طبعا بيتحدث على طول وباستمرار، فممكن ان انا الجا واخد اللي انا عايزه. ده بالنسبه للنسق اللي هو المظهر. يعني بعد ما اخلص الاستبيان وجهزته وعملت الشيت بتاع الاجابه، عايز بقى ابتدي اشاركه، فبدوس على كلمه مشاركه. بيديني هنا الرابط، بنسخه وابعته للناس. خلاص. هنا بيديني الاختيارات بقى، اللي هي مثلا انت عايز الاستبيان اي حد يرد عليه، فبختار يمكن لاي شخص الرد. عايز حد معين جوه المؤسسه، يعني جوه مثلا عايز اللي هيجاوب عليه يبقى معاه ايميل جامعي وموجود جوه كليه خدمه اجتماعيه مثلا جامعه حلوان، يبقى بختار التاني. عايز بقى ناس معينين، انت حدد العينه بتاعتك 10 20 30 ومعاك ايميلاتهم، ممكن ان انت تعلم عليها. وهنا لما تعلم عليها هيطلب منك الايميل بتاعهم، فلازم تكون عارف ايميلاتهم عشان تبعت لهم الاستبيان ويجاوبوا عليه بشكل مباشر. مش عارف، فبتختار الاختيار الاولاني اللي هو ان الاستبيان يبقى مفتوح للجميع، او الاختيار الثاني اللي هو يبقى مفتوح لناس جوه المؤسسه بتاعتي. يعني جميع الناس اللي عندهم ايميل جامعي جوه الكليه من حقهم يجاوبوا على الاستبيان. يبقى هنا من مشاركه بختار الطريقه اللي هبعت بيها الاستبيان والناس تجاوب عليه. هنا طبعا ممكن انسخ الرابط واوديه على طول على الناس على الواتس وعلى الفيس. ممكن هنا اعمله في شكل، بعمل شكل اللي هو زي كود، وابعته للناس. مجرد ما بيفتح الموبايل ويوجه الكود يروح طالع له الاستبيان على طول. دي طريقة تانية. هنا بقى لو عايز ادمجه في موقع او عايز ابعته عن طريق البريد، احنا طبعا كلنا بنفضل الاولاني، ان انا اخد نسخة من الرابط وابعتها
للشخص الايه اللي انا عايز يجاوب على الاستبيان او الناس اللي عايزه تجاوب. هنا مشاركته كقالب، يعني عايز اعمل حته ان انا اعمل منه نسخه تانية وحد يشوف النسخه دي ويطلع عليها، او التعاون لو عايز حد يبقى معايا بيدير الاستبيان يتابع معايا، انا مش فاضي بضيفه معايا واحط الايميل بتاعه. وليه الحق طبعا ان يعمل تعديل في الاستبيان لو انا مش موجوده، متاح برضو الجزئيه دي ان احنا نعملها. ده بالنسبه لمشاركه الاستبيان. على الجنب هنا في 3 نقط فيهم اول واحده الاعدادات. هي طبعا نفس الاعدادات اللي ظهرت قبل كده، ولكن بشكل ايه يعني ان بيبقى يعني بيطبق بعد كده في جميع الاستبيانات، ان ممكن اي شخص يرد على الاستبيان، ممكن الناس اللي جوه المؤسسه بتاعتي، ولازم يكون بقى طبعا عندهم بريد وهيستجيبوا مره واحده، او الاختيار الثالث اللي هو اشخاص معينين وهضطر ان انا اسجل اسمائهم في يعني الايميلات بتاعتهم في الجزء الخاص بالمشاركه. هنا طبعا خيارات الاستجابه، يعني لما حد يجاوب الزرار ده متفعل على طول عشان متاح لي ان بعد يعمل ارسال، يعني زرار ارسال مش هيظهر لو انا مش مفعل دي، لابد ان انا افعل دي عشان يطلع كلمه ارسال ويقدر يبعت الاجابه. لو انا بقى عايز احدد الاستبيان بتاريخ بدايه ونهايه، بدوس واحدد التاريخ بتاعي، بدوس تاريخ الانتهاء، تلقائي طبعا هيقفل لما احدد له التاريخ في الوقت اللي انا عايزه. في هنا بقى الحته دي بتبقى متفعله، ممكن هنا يبقى مش عارف ايه يعني مش ظاهره قوي، ولكن ترتيب الاسئله عشوائي لو انا عايز الخبط الاسئله، اظهار شريط التقدم، تخصيص رساله شكر لو انا عايز ابعت لهم رساله شكر في الاخر شكرا على استجابتكم، والاستبيان البيانات محفوظه بشكل سري، هكذا يعني. هنا السماح بارسال الاتصالات بعد الاستجابات، والحصول على اعلان البريد الالكتروني لو انا عايز تجي لي الرسائل على البريد، كل ما واحد يجاوب تظهر لي الرسائل. واحنا قلنا طبعا لا تفضل عشان ما تكومش رسائل في البريد الالكتروني. ممكن طبعا اخش كل فتره على الايميل بتاعي واتابع اشوف الاستجابات وصلت لايه. يبقى هنا في الاعدادات بستخدم الجزئيه دي عشان اظبط اعدادات الاستبيان بشكل عام، او ممكن اطبع النموذج اللي انا عايزه اللي هو الشكل بتاع الاسئله، اعملها يعني زي طباعه او جزئيه. هما طبعا ما زالوا بيطوروا فيه، يعني كل يوم ممكن هنلاقي حاجه جديده. في طبعا في الدوره الاخيره اللي انا حضرتها كانوا بيتكلموا عن ان احنا ناخد PDF من الاسئله دي اللي قدامي، فقالوا دي لسه الخاصيه دي مش موجوده، فممكن نوفرها في المستقبل. فهم يعني بيحاولوا يطوروا فيه ويشوفوا ايه ارائنا ومقترحاتنا الجديده اللي ممكن نعملها. ده بالنسبه لمايكروسوفت فورم. طبعا سهل جدا وبسيط وشكله جميل وفيه مميزات مختلفه شويه عن جوجل، وبيعتمد طبعا على ان استخدامك للايميل الجامعي بتاعك. وانت ممكن طبعا تربط ده بمايكروسوفت تيمز من خلال ان انت بتروح على تيمز وتختار حاجه اللي هي اسمها واجبات او اساينمنت، وتروح دايس عليها فبيطلع لك الاختبار ده اللي انت عملته، بيظهر لك من ضمن الاختيارات. فبتروح مثلا او الاستبيان ده تروح رابطه بالقناه بتاعتك على مايكروسوفت تيمز. بس الكلام ده لو القناه موجود عليها ناس ومتسجل عليهم الايميلات يقدروا يخشوا بشكل كبير عليها ويتابعوها. مفيش امكانيه ان اربطه بتيمز وفي صعوبه شويه، فابتدي ابعته بشكل مباشر للناس عن طريق وسائل كتيره مختلفه، الواتس، الفيس، اي وسيله انا عايزها. ده كده باختصار جوجل فورم، ابسط حاجه فيه. وقلنا طبعا بناخد اكسل منه هنا، والاسئله هنا بصممها براحتي، واعمل بقى مشاركه بالشكل اللي هو عايزه، الرابط اللي انا عايز اشاركه مع الناس، اعدادات بتاعه الاستبيان بتاعتي بظبطها من هنا، احط اللي انا عايزه بالشكل المتاح. هما طبعا بيضيفوا خاصيات جديده، يعني دي لسه مضافه جديده هي ما كانتش موجوده قبل كده، ان يبقى فيه لغات كتيره للاستبيانات. تمام كده بالنسبه لمايكروسوفت فورم. في حد ليه سؤال؟ اي حد ليه استفسار او حاجه؟ لو حد ليه استفسار او حاجه يرفع ايديك ونبدا نجاوبه. دكتور إبراهيم معلش. ايوه دكتوره، ازيك دكتوره دكتور هبه؟ إبراهيم سامعني؟ سامعك يا دكتوره، اتفضلي. الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. معلش بس قولي بس طريقة
طريقة الفتح بس في الأول إزاي؟ لأن أنا النت عندي فصل في الأول، أول ما فتح بدخل بس كده في فتح الأول إزاي؟ الايميل الجامعي ولا فتح ايه؟ فتح الايميل ولا فتح الاستبيان؟ فتح البرنامج ده، فتح الاستبيان، فتح الاستبيان. انت بتخشي على جوجل وتكتبي مايكروسوفت، اللي هو بنسميه عندنا مايكروسوفت 365. تمام. وبعد ما تخشي بيطلع لك تسجيل الدخول، بتحط الايميل الجامعي والباسورد بتاعتك، واول ما تحطيهم على طول بيطلع لك الايه الشاشه الرئيسيه دي اللي انت شايفاها. يبقى اول حاجه مايكروسوفت، بتخش على جوجل تكتبي اوفيس 365 او معلش مايكروسوفت 365 بالعربي او بالانجليزي. هيطلع لك الموقع، هتلاقي خانه اسمها تسجيل الدخول، هتحطي الايميل بتاعك الجامعي والباسورد اللي انت واخداها بتاعت الايميل، وتدخلي. اول ما بتدخلي يفتح لك الشاشه الرئيسيه اللي هي اللي انت شايفاها دي. معايا يا دكتوره كده؟ دي الشاشة اللي بيفتحها الرئيسية لما بتخشي على الموقع بتاع اوفيس 365 او مايكروسوفت 365، وتروحي من فوق وتختاري فورم، او من على الجنب هنا تختاري الايقونات وتبتدي تختاري فورم وتبدأي تصميم النموذج بتاعك. واضحة كده؟ واضحة كده دكتورة هبة؟ دكتورة هبة سامعاني؟ يا دكتور سامع حضرتك، سامعاك. وضحت كده خلاص؟ فهمتيها الجزئية دي بخش سامعني ازاي؟ كده؟ سامعك كده. واضحة بالنسبة لك؟ لا. شكرا. ماشي يا دكتور. معلش اصل انا بس دخلت. هو بس النت فيه مشكلة شكرا، الف مهنج شكر. شوية. تمام. تمام. في حد ليه أسئلة أو حاجة؟ كان في دكتورة سناء رفع إيديها. دكتور إبراهيم بعد إذن حضرتك. اتفضلي دكتورة صباح. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا دكتور، ربنا يخليك. جزاك الله كل خير. ربنا يكرمك. استأذنك بس انا بالنسبة لي ما عملتش الخطوات دي، لكن دخلت على مايكروسوفت فورم من الشغل بتاعي مايكروسوفت تيمز، من جزئية التطبيقات اللي هي متاح بتبقى زيادة عن كده. متاح ان حضرتك تخش عليه من اي مكان عادي، يعني مش شرط الموقع، بس في حالة لو المايكروسوفت تيمز مش انا قلت شغال ممكن ألجأ للموقع على طول. انا بدل ما الجا بقى للموقع، لان طلب مني الباسورد بتاع اما كنا عاملين الايميلات الجماعيه، فانا مش مذكراه دلوقتي. فانا فاكره ان هو موجود اصلا عندنا على مايكروسوفت تيمز، فجبته من التطبيقات ودخله وشغال عادي. فده ممكن تبقى طريقه ثانيه ايسر تمام يا لو دكتور. انا مش متذكره الباسورد دلوقتي، صح؟ لو مش متذكرة ممكن اخش من تمام يا دكتور. اعتباره مسجل قبل كده، ممكن صح متاح. تمام. ربنا يكرمك يا دكتورة. شكرا لحضرتك. تسلمي. شكرا لك يا دكتورة. دكتورة سناء كانت رافعة ايديها. ربنا يخليك يا دكتورة. دكتورة سناء، في حد كان رافع ايديه دلوقتي؟ دكتور ابراهيم جزاك الله خير عنا يعني. ربنا يكرمك يا دكتور. كنت عايزه استفسر من حضرتك على حاجه. اتفضلي يا دكتور. هل ممكن يعني طبعا هو احنا يعني فعلا مايكروسوفت تيمز وفر علينا حاجات الفورمالز فيه كتير، بس كنت بسأل على حاجه، هل ممكن ان انا من الشيت الاكسل او النتيجه بتاعت الاستجابات اطلع الاحصاء لا هو بتاعتي كلها هو اللي انا ممكن بيطلع احصاء اشتغل فيها في بسيطة. البحث العلمي؟ بيطلع احصاء بسيطة يعني مجرد نتائج بس عامة. طبعا انا ممكن اوظفها يعني انا ممكن اوظفها بطريقتي يعني. لو انت حضرتك عاملة استطلاع رأي. صح كده ولا ايه؟ لو حضرتك عاملة استطلاع إيه رأي، رأيك؟ لو في استطلاع رأي دراسة استطلاعية ممكن استفيد من النتائج اللي بيعرضها. لكن هو لو انا عايز احصاء تاني معاملات معينة مش هضطر يعني استخدم الاحصاء بتاعته، مضطر ان انا استخدم حاجة اعلى، برنامج الاس بي اس او حاجة تانية اعلى. فبالتالي الاحصاء بتاعته بسيطة، تستخدم في استطلاعات الرأي، يعني حاجات بسيطة مجرد مؤشرات عامة. ايوه تمام شكرا، ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير عنا يعني والله. ربنا يكرمك يا دكتورة. تسلمي.
في حد لو يعني ليه استفسار أو حاجة اتفضل بس يعمل إيه رفع الإيد عشان أبتدي أجاوبه. لو في أي حد ليه سؤال في حاجة معينة. مفيش حد ليه أسئلة؟ ع- عزيزة، مش عارف مين عزيزة، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. كنت عايزة بس من حضرتك ازاي ادخل على جوجل فروم، لان انا النت كان بايظ عندي هو جوجل بدخل عليه من بكتب البداية. بكتب بس بخش على موقع جوجل العادي واكتب جوجل درايف. تمام. وبعد ما اكتب جوجل درايف تمام بيطلب مني الايميل بتاعي اللي انا مسجله بيه على الجيميل والباسورد، وبدخل على طول بيفتح لي جوجل درايف. ومن جوجل درايف بقى ببدأ بختار من ملفاتي، واختار حاجة اسمها جوجل فورم او نموذج جوجل، وده اللي ببدأ منه عملية التصميم. واضحة كده؟ من جوجل درايف ايه؟ من جوجل درايف بيطلب مني الايميل اللي انا مسجل بيه، يعني انت عامله ايميل على الجيميل بتدخلي بيه وتحط الباسورد. تمام. تمام وبعد ما تدخلي على بالايميل بتاعك بيفتح لك بقى جوجل درايف الموقع بتاعك، ويبدأ بتختاري من كلمة ملفاتي، بتختاري حاجة اسمها جوجل فورم وتفتحيه وتبتدي تصممي الاستبيان بتاعك. واضحة كده يا عزيزي تمام. ولا ايه ولا؟ شكرا لحضرتك. تمام، ربنا يكرمك. التوفيق ان شاء الله. واضحة. تمام. شكرا. التوفيق ان شاء الله. طيب، في اي حد ليه اسئلة تاني؟ حد ليه استفسار او حاجة؟ مفيش استفسارات؟ مفيش؟ في اي حد مش فاهم حاجة بالنسبة لتصميم الاستبيان؟ دكتورة رباب حلمي، اتفضلي يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك ايه، عاملة ايه؟ تمام الحمد تمام، لله. ربنا يخليك. هو أنا ما عنديش سؤال يا دكتور، بس اه حبيت أشكر حضرتك يعني على اللقاءات الجميلة اللي حضرتك بتعملها، بجد بنستفيد منها، ربنا يجازيك خير. فشكرا جدا جدا لحضرتك ويا رب فعلا في تميز وتقدم إن شاء الله، وربنا يجازيك خير على الحاجات اللي فعلا اللي احنا بنتعلمها. وشكرا جدا لحضرتك، يعني أنا الحمد لله فهمت كل حاجة حضرتك قلتها. تمام، ربنا يكرمك يا دكتورة رباب، دايما منورانا في اللقاءات وإن شاء الله في اللقاءات القادمة يعني تبقى مميزة أفضل وأفضل. وربنا يكرمك إن أنت بتحضري وتحت أمرك لو في أي استجابة أو في أي حاجة. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا. السلام شكرا عليكم. يا دكتور، مع السلامة. دكتورة مروة فاروق، اتفضلي. طبعا بحب أشكر حضرتك على لقاءاتك دي يا دكتور، وبنستفيد منها فعلا. بس عندي سؤال بعد إذنك. اتفضلي. دلوقتي أنا لو هعمل على مايكروسوفت، هل بيحتاج من المبحوثين إن هو يكون معاهم إيميلات خاصة على مايكروسوفت، ولا ممكن لا يدخلوا عليها بس عادي؟ لا، ممكن يدخل عليها عادي، لأن مش احنا قلنا الباحث، المبحوثين. احنا قلنا في الإعدادات في استجابة أولانية، هي ان انا بدوس عليها متاح ان اي حد يملى الاستبيان، يعني مش شرط يكون معاه ايميل جامعي. لو انت شفت في الاعدادات لما انا قلت يمكن لاي شخص الرد على هذا الاستبيان، هي دي معناها ان انا مش شرط ايميل جامعي، لا، اي حد ممكن يجاوب، ومش شرط ايميل كمان، يعني اي حد ممكن يفتح الاستبيان ويجاوبه لانه مفتوح للجميع، فبالتالي مش مطلوب ان يبقى معاه ايميل جامعي او ايميل عادي حتى يعني. تمام. متشكرة جدا لحضرتك يا دكتور، ودايما بالتوفيق والنجاح دايما يا دكتور. تمام، ربنا يكرمك يا دكتور، ربنا تسلمي. في اي حد ليه سؤال او حاجة؟ لو في حد ليه سؤال يرفع ايديه، اتفضل عشان نجاوبه عليه.
هو طبعا انا قلت التصميم الاستبيان اللي هو ازاي نصمم، ولكن الجزء الثاني وهو المهارة في ان انت تقدر تخلي الناس تجاوب عليه، لان ده اصعب من الاستبيان العادي. ان انت تبعت لهم استبيان على النت مش بسهولة حد بيجاوب، لابد ان انت يكون عندك مهارة اللي هي اقامة علاقة على الانترنت، بمعنى ازاي تقدر تتواصل، تستخدم الرموز، تقدر تتكلم ازاي تكلم المبحوث. مش هتخش له كده وتقول له املى استمارتي، ما ممكن يطنشك. لا، دي ليها طريقة تواصل معينة عشان اخلي المبحوث يستجيب. لان انا فاكر ان انا لما كنت بعمل استبيانا على الانترنت فممكن على الاقل 3 4 شهور عشان اجيب الاستجابات اللي انا عايزها. الا بقى لو استخدمت المهارة او مهاراتي عشان احفز العملية اكتر، عشان اخلي الناس تستجيب. هي تصميم الاستبيان مش صعب، هي المشكلة فيه ان انت تكون عندك المهارة وعندك المبحوثين متواجدين معاك على الانترنت، وعارف حساباتهم وايميلاتهم وبياناتهم، وتقدر تتواصل معاهم بشكل كبير. ساعتها اقول لك اوكي. لكن النص التاني صعب، التواصل من خلال الانترنت مع الناس مش بسهولة زي الاستمارة العادية. فدي جزء مهم جدا ان يبقى عندك المهارات دي. دكتورة نجلاء اتفضلي يا دكتور. طبعا يا دكتور بشكر حضرتك على المحاضرة. ربنا يكرمك يا دكتورة، دايما هو أنا منورة. دلوقتي يعني حاولت أدخل على الجوجل درايف هو من غير ما أكتب خالص، واداني الشكل اللي كان ظاهر دوت بقى يبقى محفوظ، ولا بعد ما أخلص مش هلاقيه محفوظ؟ لا، محفوظ يا عن دكتورة. حضرتك مش عاملة حساب على الجيميل وجوجل درايف وبتخش عليه على طول، ولا أول مرة تستخدميه؟ أنا مش عليه على طول، بس أنا عندي مش سامع صوت حضرتك، بس في يا يعني دكتور في تردد كده، الصوت مش واضح قوي. أنا عاملة جيميل، بس تمام. مش معتادة إن أنا حضرتك دايما اي حاجه بتعمليها على المتصفح بيحفظها، سواء جوجل كروم او اي متصفح تاني. لو انت حضرتك مفعله عندك الخاصيه دي، والجيميل نفسه او الايميل بتاع جوجل، مجرد ما حضرتك بتستخدميه في حاجه معينه هو بيربطه باي حاجه تانية، فتلقائي اي حاجه حضرتك هتعمليها في الجوجل درايف هتفضل محفوظ من جوه جوجل. يعني من غير ما يطلب مني إن أنا الميل بتاعي لا عادي. مجرد استخدام واحد لاي حاجه هو دخل خاصه. معايا ما هو دخل عشان حضرتك استخدمتيه قبل كده كذا مره، هو حافظ حضرتك وحافظ الباسورد قبل كده، فمش هيطلبوا منك. يعني حته الذكاء الاصطناعي بتبان هنا ان هو بيربط الحاجه ببعضيها، يعني يربط استخدام حضرتك لحاجه معينه بحاجه تانية، بدل ما يقعد يقول لك دخلي كل مره. لا، هو حته الذكاء فيه، ودي موجوده برضو في مايكروسوفت فورم. حته الذكاء ان هو بيربط بالتيمز، وبيربط باي اداه تانية انا بستخدمها، باوربوينت، PDF، وورد، موجوده على المايكروسوفت. يعني مش شرط ان انا اقعد كل مره يطلب الباسورد، فهو تلقائي يعني هيخش مع حضرتك لو استخدمتيه قبل كده، بيحفظ الباسورد والحاجات على طول. معايا. شكرا يا دكتور، يعني يا رب مزيد كده من التقدم. تمام، ربنا يكرمك يا دكتوره، وان شاء الله يعني ارجو ان اكون يعني قدمت استفاده كبيره للجميع، ويقدروا انهم يستفيدوا منها في بحوثهم واستبياناتهم ان شاء الله. الله خير. ربنا يكرمك يا دكتوره، تسلم. في اي حد ليه سؤال تاني او حاجه؟ في اي استفسارات؟ ان شاء الله هحاول يعني هو مسجلها، انا مسجلها، وان شاء الله هحاول انزلها على القناه بتاعه قناتي ان شاء الله. تمام. تمام، جزاك الله خيرا. هو انا كنت لسه هسألك السؤال ده والله. هو دايما انا بنزل، بس طبعا تسلم يا هو دكتور ابراهيم، شكرا جدا لحضرتك وربنا يبارك في جهدك. ربنا يخليك يا دكتوره ايمان، ربنا يخليك، تسلمي. انا بنزله دايما عندي، بس هو حسب سرعه النت، فانا ان شاء الله بعد ما اخلص هحاول ارفعه على القناه بحيث اللي حابب يرجع له. وانا قبل كده طبعا سجلت اللي هو ازاي اعمل اختبار الكتروني، ونزلته على القناه عندي. وقبليها طبعا كان في اللقاءات الخاصه بمشروعات التخرج المرتكزه على رياده الاعمال، وفي ورش بنك المعرفه.
فكله هكون يعني ميسره ان شاء الله ومنزله على القناة بتاعتي ان شاء الله. دكتور معلش ممكن تبعت لنا الرابط بتاع القناه لان انا ما دخلتش عليها قبل كده خالص. حاضر هبعته هشيره تاني بعد المحاضرة واقول لك ازاي بس تدخل بالله عليك يعني اكتب لنا ايه. اكتب لنا بس ان ده رابط القناه يا دكتور الله يبارك. حاضر ماشي، هقول اكتب ان لنا بس تحت ان ده رابط القناه وكده عشان بس ما تخشش في بعضها. ماشي يا دكتورة هبة، حاضر. أيوة. ماشي تمام. دكتورة نجلاء شكرا حضرتك يا عايزة دكتور الف شكر. ربنا يخليك. دكتورة نجلاء رفع ايديها تاني ولا حضرتك ده من الاول؟ لا شكرا يا دكتور في الاول بس انا نسيت انزل. لا شكرا. لا أنا الله يخليك يا دكتورة، تنوري يا دكتورة في اي وقت، ربنا يكرمك. طيب في اي حد ليه استفسار او حاجة ولا كده خلاص ننهي اللقاء؟ اي حاجة في تصميم الاستبيان؟ مفيش اي حد من الباحثين يعني محتاج حاجة معينة في تصميم الاستبيان؟ طبعا تصميم الاستبيان الإلكتروني مش بيغني عن العادي المطبوع، ولكن في الفترة اللي احنا فيها ممكن مفيش تواصل بشكل كبير، فبنلجأ ان احنا نبعت للناس الاستبيانات ويملوها. ممكن طبعا يبقى الاستبيان معاك مفتوح على الموبايل وبتمر بيه على الناس اللي انت بتعمل لهم اللي هو البحث. يعني مثلا انا بدل ما اشيل استمارات مطبوعه في ايديا ممكن افتح على الموبايل الاستبيان الالكتروني وابدا اسال المبحوث وهو واقف معايا واجاوب وابعت ارسال، وهكذا المبحوث التاني. دي طريقه لو انا مش عايز اشيل استمارات مطبوعه. لو انا بقى معايا الحسابات ومعايا الواتس والحاجات دي اقدر انا ابعت للناس بكل سهوله، ولكن زي ما انا قلت لازم يكون عندي مهاره في التواصل من خلال التكنولوجيا المعلومات، لان دي اصعب وحته يعني استخدامها محتاجه حد يكون عنده مهاره ويقدر يكلم الناس بشكل يعني تواصل جيد، لان ممكن محدش يسال في الاستبيان ولا يجاوب عليه خالص بالرغم من من ان انت تبعته كذا مره. فلازم تقدر اللي قدامك ان انت يعني هو ممكن يبقى مشغول في حاجة، مضغوط، ممكن يعني مرة واثنين وثلاثة ما يستجيبش، فيبقى عندي صبر شوية. في أي استفسار من الموجودين معانا؟ يعني أنا موجود أهو، لو في أي حاجة أنا تحت أمركم. النهاردة طبعا يعني عدد ما شاء الله كويس حلو منورنا النهاردة. دكتور أحمد الشامي، ودكتورة أسماء محمد، ودكتورة دينا إبراهيم، ودكتورة مشيرة، ودكتورة هيام، ودكتورة مساعد، ودكتورة صباح، ودكتورة سناء، ودكتورة إيمان صلاح، والدكتورة نجلاء صالح، والباحثة نور الله، والدكتورة رباب حلمي، والباحثة تقريبا شيماء محمد، والدكتورة آلاء حسني، والباحثة عزيزة، ودكتورة مروة فاروق، والباحثة نسمة عبد العزيز، ودكتورة ابتسام راشد منورانا، دكتور محمد حسين الفرجاني. فما شاء الله عدد جميل. يعني أرجو أن أكون أفدتكم في الموضوع ده. هو مش حاجة جديدة، ولكن يعني بنحاول إن نخلي الناس يبقى عندهم المهارة دي، لأن في الفترة الجاية هنبقى استخدامنا ليها بشكل كبير. في أي حد استفسار قبل ما ننهي اللقاء؟ في حاجة مش واضحة، مش مفهومة؟ تسلم دكتور ابراهيم، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا ليك يا دكتورة سناء، شكرا ليك. طيب نختم بقى اللقاء. شرفتونا جميعا، وإن شاء الله في لقاءات جاية في الفترة الجاية لو في أي حاجة مش واضحة نبدأ نعملها. واللقاءات المتسجلة قبل كده إن شاء الله هبعتها لكم على الواتس، بحيث اللي عايز يتابع معاها يشوفها أو يعني يطلع عليها. وإن شاء الله في لقاءات أو دورات قادمة في الفترة اللي جاية بعد ما نخلص من الامتحانات إن شاء الله، في الفترة الجاية نبدأ نشوف يعني الناس محتاجة إيه ونركز عليه، ونحاول ننمي مهارات الناس فيه بشكل كبير على أساس يبقى فيه استفادة أكبر. شكرا لكم على الحضور، وإن شاء الله نلقاكم في لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.